السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وحب ابدا كلامي طبعا بصلاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى محمد. صلي على النبي في الكومنتات قبل ما ابدا اي كلام. مش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح بنشوفه منتخب مصر بيفوز على منتخب اثيوبيا بنتيجه 2-0. وهتقول لي طب ما اتكلمتش عليه امبارح؟ الماتش طبعا يعني خلصان، بدأ الساعه 11، خلصان الساعه 1. احنا بنتكلم ان انت هتعمل فيديو امتى، ولا هتتكلم فيه امتى، ولا هتتكلم فيه ازاي يعني. فما علينا، يعني بننتهي المباراه. ومباراه بعدين يعني منتخب اثيوبيا ومنتخب مصر، ده مش مباراه مثلا بروباجندا بقى وبتاع والشغله دي مباراه عاديه يعني. منتخب مصر واثيوبيا، هتقول لي ده في تصفيات كاس العالم للانديه، اهلا وسهلا. بس مصر واثيوبيا، يعني انت بتتكلم في اثيوبيا. منتخب اثيوبيا نفسه ده مش منتخب، مع احترامي طبعا الكبير ليه. بس احنا بنتكلم ان انت مش بتلاعب منتخب، مش بتلاعب غانا، نيجيريا، بتلاعب جنوب افريقيا، مش بتلاعب الفرقه دي. فبالتالي منتخب مصر بيفوز على اثيوبيا بنتيجه 2-0 بهدف محمد صلاح وبهدف زيزو من صناعه محمد صلاح، واقتراب وبشده حلم المونديال. هتقول لي يا عم يعني في ناس تطلع تقول لك ده احنا خلاص اصلا المباراه اللي جايه لو فزنا هنصعد رسميا. مين؟ مفيش الكلام ده. مين يا جماعه اللي قالوا الكلام ده؟ مفيش الكلام ده. انت هتقرب بشكل كبير جدا، لان كل الاحتماليات وكل الوقائع، وان انت اصلا في مجموعه سلسه جدا. فانت بشكل يعني باقتراب شديد جدا انت تقترب من الصعود لكأس العالم، تقترب بالصعود لكأس العالم. وبعدين تسهيلاتها الكبيرة اللي موجودة في المجموعات، اللي طبعا بيصعد 9 فرق او 10 فرق. فانت كل التسهيلات موجودة. فحتة انك ما تكونش موجود من ضمن التسعة او العشر اللي هيصعدوا، فدي يعني حاجة ملهاش علاقة. فاقتراب وبشدة حسم الصعود لكأس العالم. منتخب مصر يقترب وبشده من حسم الصعود لكاس العالم للانديه، لكاس العالم عفوا. واقتراب الحلم خلاص، يعني الحلم بيقترب. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الزمالك ومشاركته في كاس العالم للانديه. هل يشارك الزمالك في كاس العالم للانديه؟ هقول لك بتحلم يا حبيبي، انت بتحلم. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. هتقول لي طب ايه السبب يعني انك بتقول كده، وايه الكلام اللي مثار ان ممكن الزمالك يشارك في كاس العالم للانديه بعد ما خلاص انت المجموعات اتحددت والفرق اتحددت؟ تم استبعاد ليون المكسيكي من المنافسه او من البطوله اساسا. هتقول لي ايه السبب؟ هيقول لك السبب ان في عدم الالتزام بلوائح الفيفا، واللي هي حقوق الملكيه، ملكية الفريق. يعني رئيس نادي ليون المكسيكي هو نفس رئيس نادي باتشوكا المكسيكي. فمن خلال دوت بيتم استبعاد ليون. ايه السبب في ليون؟ ما نعرفش، بس هو ملك نادي باتشوكا هو ملك نادي ليون، فتم استبعاد ليون. فدلوقتي احنا كانوا بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على الفريق. طبعا المجموعة نقصت، او الفرق كلها ككل كانت كاملة، وفريق تم استبعاده، فعايزين فريق تاني يشارك مكانه. فهم بيمشوا باللوائح والقوانين والثوابت والدنيا دي كلها. ان هم اساسا تم استبعاد الفريق منين؟ تم استبعاد الفريق منين؟ من بطل الكونكاكاف. فهيتم البحث عن فريق من الكونكاكاف فقط، عشان بس الاستبعاد الاحتماليات، وان الزمالك ممكن يتشارك وبتاع والشغله دي. اللي هيشارك هو فريق برضه من الكونكاكاف. وصيف بقى البطولة اللي كان واخدها ليون ياخدوها بأي طريقة. هو بيدوروا يعني ولا فريق من أفريقيا، ولا فريق من أوروبا، ولا فريق من أي قارة تانية غير الكونكاكاف، ولا أوكيانوسيا ولا الكلام ده. هو الكونكاكاف اللي خرج منها الفريق، أو اللي تم استبعاد الفريق منها، هيتم استقطاب فريق آخر من نفس القارة. تمام؟ عشان بس نبعدوا الجدل ونبعدوا ايه الكلام ده كله. قرارات اللجنة الأولمبية في أزمة الأهلي والزمالك.
هتقول لي في قرارات تانية للجنه الاولمبيه، طب ايه الدنيا بقى؟ ورينا. مفيش حاجه، ولا جديد لسه. كلنا قاعدين مستنيين، كلنا قاعدين منتظرين، كلنا قاعدين على اللي يطلع يقول لك انا عندي خبر يقين، انا منفرد مش عارفه بايه، انا منفرد بكلام. اللجنه الاولمبيه لم تصدر اي قرارات، ولسه بيتم درس الموضوع، ولسه بيشوفوا الازمه هتقول لي ايه، وبيشوفوا الازمه ماشيه ازاي، وبيشوفوا الازمه مشاكلها فين. فاللي يقول لك انا بنفرد، ان انا عندي انفراد، ان انا عندي مش عارف ايه، ان انا عندي الكلام دوت، مفيش الكلام ده نهائي. استبعد اي كلام بيتقال قدامك. تمام. فقرارات اللجنه الاولمبيه لسه حتى الان احنا قاعدين كلنا منتظرين، بس الكركبه والقلق اللي حاصل هو مش حاصل للاهلي، هو حاصل للفرق او الناس اللي حوالين النادي الاهلي، او الناس اللي طرف في الازمه. زي اتحاد الكره اللي طلع قال لك ان اللجنه الاولمبيه ملهاش حق، زي الزمالك اللي قال لك احنا معتمدين قرار رابطه الانديه وان احنا لازم نطالب بحقوقنا. الكلام ده كله تحس ان الدنيا كلها مكركبه الا النادي الاهلي. فاتمنى ان يفضلوا صادقين، واتمنى ان النادي الاهلي يفضل صلد، ويكون عنده الحجج، ويكون عنده الاوراق والمستندات اللي ما ادينوش، قد ما هي تكون مسانده ليه في هذه الازمه. اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام.